5 حاجات هنخلي بالنا منهم واحنا بنفرش الشقه بتاعتنا. اول حاجه بلاش تحط السرير في ظهر الشباك، بيمنع الخصوصيه، بيمنع الاضاءه. ثالث حاجه الاختيارات بتاعتك وانت بتشتري السرير بتاعك هتبقى محدده. ليه؟ ظهر السرير لازم يبقى قصير عشان ما ينفعش ظهر السرير يغطي على الشباك، فبالتالي هيبقى ليك اختيارات محدده ومعينه هتقدر تحطها في البيت بتاعك او في الاوضه بتاعتك وانت بتفرش اوضه النوم بتاعتك. بلاش تهمل ارتفاع السرير او الكنبه. 3 بلاش تشتري اي حاجه من غير ما تقيس مكانها، دي اكبر غلطه كل الناس بتقع فيها او معظم الناس بتقع فيها. بلاش وانت بتشتري اي منتج او اي حاجه تختار بالارخص كتير، في حاجات او في خامات هتشتريها بالارخص بطريقه معينه صدقني هتدفع قدام اكتر كتير. بلاش تحط دولاب ضخم في اوضه صغيره، ممكن نستبدل الضخم او العرض الكبير، ناخد العرض الكبير نحطه في الارتفاع. وليكن الدواليب المتعارف عليها هو دولاب 2 متر و70، 2 متر ونص، 2 متر و80، 3 متر. ممكن ال 2 متر و70 اخد الدولاب بتاعي 2 متر و50 واخلي الارتفاع بتاعي بدل هو الستاندر بتاعي 22 او 225 اخلي الارتفاع بتاعي 42، 245، 250، 260. كل ده متاح معايا. هنكمل سلسله الغلطات في كل تفاصيل الشقه.